بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن ازاي تتفوق دراسيا. وعشان اتفوق دراسيا لازم يبقى فيه شوية تقنيات صغيرة كده نبدأ نعتمد عليها علشان نقدر نوصل للي احنا عايزينه. أول حاجة هنتكلم عليها تنظيم الوقت. ازاي انظم وقتي؟ يعني معنى كده ان انا هحط جدول معين لنفسي، الجدول ده سواء جدول اسبوعي او جدول يومي، وتنظيم الوقت في الجدول هنا على حسب هل انا برتب الجدول بتاعي ده على اساس ان انا عندي امتحانات ولا برتبه على اساس الايام الدراسية العادية. لو انا هرتبه على اساس ايام الامتحانات يبقى اذا انا هرتب الجدول بتاعي تبعا للمواد اللي انا همتحن فيها خلال الاسبوع او الوقت المناسب او حسب جدول الامتحان بالنسبه لي. اما لو هرتبه على اساس مواد دراسيه يبقى هرتبه من الاسهل للاصعب والى اخره. ليه؟ علشان خاطر انا لو رتبت الجدول عشوائي هتعب، وفي نفس الوقت ممكن تكون الماده اللي انا هذاكر فيها هتكون صعبه جدا، هريح وهكبر دماغي وهتعقد من المذاكره. فالافضل ان انا احط المواد السهله الاول علشان خاطر تفتح نفسي للمذاكره، وفي نفس الوقت يبقى عندي قابليه ان انا هبدا انظم وقتي بشكل كويس جدا. تاني هام الاستيعاب. يعني ايه استيعاب؟ ان انا المواد اللي انا بدرسها اراجعها اكتر من مره. يعني لو سالت حد قلت له النبي مثلا لو في مهرجان معين نزل السوق دلوقتي تحفظه في قد ايه؟ على طول هيقول لك والله انا ممكن احفظه من مره او مرتين. ليه؟ عشان خاطر هو حط دماغه في المهرجان ده بدا يحفظه. طب احنا كمان ليه ما نحولش الدراسه بتاعتنا لاكتر من حاجه على اساس ان انا هستفيد بيها بقدر الامكان؟ طيب ازاي امسك المواد الدراسيه بتاعتي وابدا اعيدها واركز فيها بشكل كويس جدا؟ يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا الماده بتاعتي بعد ما اروح من المدرسه مباشره ابدا اراجع عليها مره، بعد اسبوع او 10 ايام ابدا اراجع عليها مره ثانيه. بمعنى صح انا هنا هوصل الماده بتاعتي حوالي ل 100%. ليه 100%؟ علشان خاطر ما انساهاش ابدا. انما لو انا ذاكرتها عشوائي كده او مذاكره خفيفه ممكن اجي في الامتحان ابص على المواد بتاعتي احس نفسي ان انا مش شايف، او المواد الدراسيه بتاعتي مش واخد بالي منها او ناسيها. افتكرها امتى بقى؟ بعد ما اطلع من الامتحان افتكر السؤال، خلاص الوقت انتهى وعدى. بعد كده اركز على الفهم. يعني على الفهم ان انا الحاجه اللي مش فاهمها اسال فيها ايه المشكله. انما اللي بيحصل انتوا فاهمين يا اولاد؟ فاهمين، عشان خاطر نخلع، عشان خاطر المدرس مثلا والله مش على مزاجي، علشان خاطر نكبر دماغي من المذاكره والى اخره. فالمفروض علشان خاطر نعمل ده لازم اناقش واحل مشاكلي بشكل كويس جدا داخل الفصل. اللي بعد كده هقول ان احنا محتاجين بيئه مناسبه علشان خاطر اذاكر فيها. البيئه المناسبه ديت بتبعدني عن المشتتات. ما ينفعش اذاكر وانا مثلا قدام التلفزيون، ما ينفعش اذاكر وانا في ايدي الموبايل، ما ينفعش اذاكر وانا شاغل دماغي بكل وسائل التواصل الاجتماعي. السوشيال ميديا كلها معروفه انها كلها ملهيات، وفي نفس الوقت ممكن يكون عندي مجموعه صحاب بيلهوني، ممكن اشغل نفسي بحاجات انا مش هستفيد بيها. يبقى لازم تكون البيئه المناسبه للمذاكره مهمه جدا. خصص مكان تذاكر فيه. المكان ده يبقى فيه كرسي بعيد عن السرير، يبقى فيه ترابيزه، يبقى يكون فيه، المهم ابعد عن السرير عشان خاطر ما ينامش. غير كده انا محتاج مثلا الجزء التحفيزي، انا محتاج احفز نفسي، يكون عندي هدف. التحفيز ده لو انا عندي هدف ان انا بذاكر واجتهد عشان خاطر انا عايز اوصل للهدف بتاعي، يبقى اكيد ربنا هيكرمني وهوصل للهدف ده. من غير ما يكون عندي هدف مش هقدر اعرف اعمل ده. طيب ازاي يكون عندي هدف؟ اولا كلنا عندنا احلام، ليه ما نحولش الاحلام اللي عندنا دي لهدف؟ طالما انا حطيت لنفسي هدف وشايف الهدف بتاعي اكيد هوصل له في يوم من الايام. وفي نفس الوقت لازم الهدف بتاعي يكون معلوم، يكون مربوط بوقت علشان خاطر اقدر اوصل له بمنتهى البساطه. الصحه ودي حاجه مهمه جدا، ما اهملش صحتي. بمعنى
ان انت مثلا ممكن تذاكر، تفضل تلعب وتروح مذاكرتك وما فيش اكل ولا شرب، وتلاقي نفسك جسمك تعب، محتاج مثلا جسدك محتاج راحه نفسيه وراحه جسديه. ما تشغلش نفسك بمواضيع نفسيه او مواضيع ومشاكل انت مالكش فيها، مجرد ان انت اقحمت نفسك فيها، شلت الليله وشغلت دماغك بحاجات مش هتفيدك. الحاجه الثانيه، الراحه الجسديه مهمه جدا، بمعنى ان انا اخد وقت راحه كافي، ان انا استفيد بالوقت الفاضي عندي، ابدا العب رياضه، اي رياضه، شويه لياقه بدنيه في البيت، اشترك في نادي، المهم اي حاجه استفيد بيها بقدر الامكان علشان الوقت بتاعي ما يضيعش مني، وعشان استفيد، لان صحتي ربنا هيحاسبني عليها. بعد كده انا عندي وسائل تكنولوجيه ممكن استفيد بيها، عندي وسائل التواصل الاجتماعي ولكن استغلها صح، عندي ابحاث ممكن استغل بيها، عندي وسائل مواقع ذكاء اجتماعي، عندي حاجات كتيره جدا، عندي فيديوهات على اليوتيوب ممكن استفيد بيها للدراسه، وديت حاجه مهمه جدا. ما ضيعش وقتي، ما خليش التكنولوجيا هي الهدف اللي ممكن يضيع حياتي ويضيع مستقبلي، بسبب ان انا ممكن انساق ورا حاجات ممكن تضيع حياتي. المشاركه، ودي حاجه مهمه جدا، المشاركه دي معناها ان انت تشارك في كل حاجة كويسة، انك تشارك زميلك في حاجة مش عارفها، انك تساعده على قد ما تقدر، انك تساعد في جمعية، انك تساعد في مؤسسة، انك تساعد في حد مع حد، اي حد محتاجك في اي حاجة زي كده. من طلب العلا سهر الليالي. في تقنية اسمها تقنية بولمو، التقنية دي بتقول لو انا ذاكرت 25 دقيقة ببدأ اسيب الدراسة لمدة 5 دقايق، واكرر الموضوع ده حوالي 4 أو 5 مرات في اليوم، علشان ما ملش من المذاكرة وابدأ احس ان في ملل وما اكملش الدراسة بتاعتي. الموضوع عن الدراسة وعن الاجتهاد في المذاكرة، ومش مشكلة بس ان انا عايز انجح، لا ده انا عايز اتفوق دراسيا علشان اقدر اوصل للهدف بتاعي اللي ربنا ان شاء الله هيوفقنا عليه. واكيد كلنا عايزين ننجح وعايزين نجتهد. يا ريت نوعد نفسنا من دلوقتي، نحط لنفسنا هدف، يا ريت نوعد نفسنا نخلي الهدف بتاعنا قدام مننا بشكل كويس جدا، ما نكبرش دماغنا، احنا داخلين على امتحانات. بتمنى كل ولادنا واخواتنا وابنائنا يلتزموا دراسيا ويبذل جهد كبير جدا، لان اهلك مستنيين الفرحه بتاع يعني فرحه النجاح. والدك، والدتك، اخواتك، اهلك، كل دول مستنيين يشوفوك احسن حد في الدنيا. لو انت قصرت في الجزئيه ديت اكيد قصرت كمان، وهم كمان هيكونوا قصروا في تربيتهم لانهم ما قدروش يوصلوك لده، وده هيكون تقصير منك انت كمان. عايزين ما نضيعش تعب اهالينا علينا بسبب المصروفات والاعباء الثقيله جدا اللي احنا بنشوفها كل يوم، كان لبس ولا دراسه ولا دروس كل يوم. شوف الدرس النهارده بكام، شوف التعب، شوف المواصلات، شوف مصروفاتك كل يوم قد ايه، مصاريف دراسيه، الحاجات دي كلها بتبقى اجهاد على ولي الامر. يا ريت ما نوصلش اولياء امورنا ان ممكن يزعلوا او يتنكدوا بسبب تصرف من حضرتك، ان انت ما كانش عندك المسؤوليه الكامله ان انت تعوضهم التعب اللي هم تعبوه. تحياتي لحضراتكم، كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.